اوكي، لما بتوصل سن ال30 ساعات قبلها بشويه يعني في مشكله كده بتظهر لمعظم الشباب، وكله بيتعقد منها. يعني كله بيخاف بقى ويحس ان هو عجز، او يا لهوي انا هعمل ايه، او شكلي هيبقى وحش، مش عارف هصلح شكلي ازاي، او هعمل ايه في المشكله دي. فعلشان كده المشكله دي تقريبا بتقابل، خلينا نقول ايه، 70% من الشباب. انا بتكلم على الولاد بالذات، الولاد يعني في الموضوع ده، الا وهي دي المشكله دي. طبعا انت اول مره تشوفوها كده، لان انا المفروض اصلا بداريها، ثانيا انا شعري مش طويل كده. ولكن انا عندي حل بسيط قوي للمشكله دي. تعالوا اوريك الحل ده. طبعا ايه، يعتبر بديل، يعني حل كده بسيط، مش حل اللي هو انا هقول لك ازاي شعرك يطلع تاني ولا حاجه. يعني صدقني الحل دوت من الحلول اللي انا جربتها واكتشفت اصلا يعني بالنسبه لي احسن من ما كان عندي شعر مليان في شعري كله. الحل رقم 1 واللي انا عملته، لو انتوا لاحظتوا طبعا اخر كام فيديو واخر كام صوره او حاجه زي كده، ان انا بقيت احلق شعري على درجه حراره على درجه 1 أو 2 تقريبا. على درجة 1 أو 2. رقم 2، أنا بقيت أستخدم البتاع ده يعتبر ايه، زي سائل كده او ماده كده، المفروض علاج طلع الشعر بتاع زي كده. نقط بتحطها مثلا مرتين في اليوم، مره الصبح تحطها على الفروه بتاعت راسك وتدعك، ومره تانية مثلا بالليل قبل ما تنام. البتاع دوت المفروض فيه الماده اللي اسمها مينوكسيديل تقريبا، صح كده؟ مينوكسيديل 5%. انا جايبه من على الاي باي تقريبا. العلبه ديت بتكفي 6 شهور ب 40 يورو 50 يورو. ولكن مش لازم تجيب اي حاجه غاليه، لان هتلاقي طبعا اعلانات وحاجات بتعرض المنتجات بتاعتهم ان هو المينوكسيديل 5% دوت موجود، ودي الماركه، وتلاقي مثلا ازازه ما اعرفش شكلها شيك وبتاع، وتلاقيه باسعار خرافيه. من اي صيدليه اي سائل او سيروم فيه المينوكسيديل 5% هيعمل نفس المفعول، صدقني نفس المفعول. ما تجيبش حاجه غاليه، ده عن تجربه، مش انا لوحدي، ناس تانية. ولكن السائل ده عمل حاجه. انا كان عندي المفروض الجزء ده كله ابيض، يعني ما فيش بص لون الجسم، ولكن هو نبت لي شعر، ما اعرفش هيبان ولا لا، نبت لي شويه شعر هنا. فاللي انا عملته ايه، بعد ما حلقت سبت شعري يطول، على اساس الشعر اللي نبت من هنا دوت هو كمان يطول. هو شعر فيه كمان شعر اصفر شويه، مش هتشوفوه خالص، ولكن هوريلكوا ازاي دلوقتي. فسبت شعر يطول عادي، دول ما طلعوش، يعني حتى الشعر اللي موجود هنا ما طلعش خالص. لو انت فاكر ان السائل ده هتستخدمه هيطلع لك شعر ويبقى كبير وبتاع والكلام ده، لا هو مش هيعمل كده، بس هو هيحل لك المشكله بطريقه مؤقته. بالعكس هيوصلك للوك احسن بكتير قوي قوي، صدقني، من قبل كده. لوك زي ما نقول لوك رجولي شويه. فاللي انا عملته كالاتي: رقم 1، بشيل شعري كله على درجة حرارة على درجة 1 أو 2. Seit wann gehst du im Badezimmer 10 Mal? 10 Mal! 10 hast du... Das Öl für meine Haare zurückgestellt. اوكي، حتى شوية الشعر اللي قدام دول برضو بشيلهم، ولكن الشعر اللي طلع من الجنب ده ما بشيلوش، بسيبه. هقول لك ليه دلوقتي. صباح القرعة. بعد طبعا ما هتحلق الجنبين والكلام ده طبعا بنفسك، فيهاش اي مشكله خالص. الشعر اللي ورا مش هتعرف تحلقه بنفسك، وده الطبيعي، بتنادي حد يعمله لك. كوكي، خد عسل. كوكو على فكره بقت حلاقه ممتازه قوي. Kannst du bitte deinen Kopf nicht bewegen? Nein. ما بحركش دماغي. Kannst du mehr gerade gucken? اها يا لهوي. طبعا توقع لو مراتك او اختك او اي حد في البيت هيساعدك في قص الشعر هيبقى في شكاوي. انزل حرك دماغك كده. الحلاقه ضن. والحلاقه دي اهم حاجه معاها يكون في دقن. بتبدا مثلا من درجه الشعر او اعلى بدرجتين 3 زي دقني كده، ممكن تربيها عادي مش هتفرق، فاهم انت؟ تبقى شغل فايكنج كده. ولكن هي محتاجه دقن. لو ما عندكش دقن برضه مفيش مشكله، بس يعني هتبان شبه البطاطسايه كده، ولكن هي شويه دقن خفيف. الخطوه اللي بعدها الدش اللذيذ. بعد الدش الجامد نشف البطاطسايه كده تنشيفه حلوه قوي، ونخش بقى على اهم خطوه. هتبان انها ايه، حريمي شويه، لكن هي ولا حريمي ولا حاجه، انا بس بستخدم الحاجه بتاعته. ده قلم مسكره، تمام؟ قلم مسكره اسود عادي جدا. طبعا زي ما قلت لكم في شعر هنا، يعني انا وانا بشاور عليه دلوقتي انا حاسه، بس انتوا مش هتشوفوه. هو خفيف قوي ومصفر كده، عارف انت شعره ما يطلع، وتقريبا ده اخره ما بيطلعش تاني. تمسك قلم مسكره وفي الاخر هتدي شويه الشعر الخفاف دول لون، وبص المنظر في الاخر يبقى عامل ازاي.
اما تستخدم ايه بقى؟ القلم بتاع مراتك بتاع اختك، او الانصح ان انت تشتري لك قلم. طبعا ما حدش يجي يقول لي لا انت بتتشبه بالنساء وبتحط ميك اب. ومش بحط ميك اب، انا بس بلون الشعر عادي زي ان الرجاله بتروح تعمل صبغه لشعرها. لو الشعر ابيض مثلا يعمل صبغه سودا. واللي اكتشفته بقى ان المسكره في منها نوعين. في المسكره العاديه اللي اي حد بيستخدمها وتروح البيت عادي باي منديل فيه ميه ولا حاجه وتمسحها، وفي مسكره ضد الميه بحيث لو مضطرد بره انت بتعمل رياضه بتجري بتعرق، المسكره البسيطه اللي انت حطيتها على الجناب دي ما تقعش. فانا بستخدم ساعات الاثنين وساعات ده وساعات ده حسب اليوم بتاعي فيه مجهود اكتر ولا لا. بس كده وبتديني اللوك الجامد ده. طبعا هو دلوقتي عشان النور ضارب في دماغي فانتوا اكيد شايفين الفرق، وفي نفس الوقت عشان انا قايل لكم انا بعمل ايه. يعني انت لو ما تعرفش ان انا حالق شعري وعامل الشعر اللي هو لونه مصفر دوت شويه بالمسكره، طبعا اللون زي ما انتم شايفين كده على الشعر هو مش في الجلد، هو طبعا يعني في شويه في الجلد بس الشعر هو المتلون. لو طبعا الكلام دوت لو انت عندك زلحه بسيطه زي كده او ابسط مني شويه، او حتى لو داخله جوه شويه عادي شويه تنبيت شعر وتعملها. انما لو انت من هنا لحد هنا مفيش، فطبعا خش على اللوك بتاع ذا روك او اللوك بتاع الراجل بتاع ترانسبورتر. اللوك جامد جدا اصلا. لو انت الزلحه عندك بسيطه هتقدر تديها اللوك ده. ونفترض بقى ان الشعر طول شويه او انت عايز تطوله شويه لان ديت واطيه جدا، في حاجه زي ده كده المفروض سبراي، في منه للرجال وفي منه للستات. يعني في منه لون البلوند، لون ابيض، لون اخضر، اي لون انت عايزه، وفي منه لون اسود. حطه على الشعر وبعد تقريبا 5 دقايق بينشف تماما يديك لون اسود تماما. انا هحطه بس انا حاسس ان هو هيبوظ الدنيا لان شعري قليل. انا بحطه لما شعري بيكون طويل شويه، يعني بيبقى فيه لون اسود هنا فبيدي لون اسود. ولكن هوريكم بس مثال. يعني مثلا خلينا ايه نملى الحته دي. طبعا لو دوست اكتر هيديني لون اسود تماما. بصوا كده وبس كده يا معلم. اللوك بقى زي الفل مفيهوش اي مشكله خالص. طبعا لو معرفش لو في صوره اول ولا مفيش. الصوره دي من غير اللي انا عملته دلوقتي ودي صوره كمان. طيب هل الكلام اللي انا عملته ده فيه عيوب؟ في عيوب وفي مميزات. خلينا نخش الاول على العيوب. العيب رقم 1 ان انت مش هيبقى عندك غير لوك واحد بس، ده او اللي هو تشيلها خالص، يعني تشيلها تماما مفيش اي حاجه. العيب رقم 2 واللي هو انا مش شايفه عيب، دي حاجه بس بتاخد وقتها وهتعدي، الا وهي ان انت لو واحد شعرك طويل زي لو انتوا فاكرين انا كان دايما شعري طويل في اي فيديو والزلحه دي باينه بسيطه قوي بس عشان انا بجيب الشعر يمين وشمال مش باينه. فلما تحلق مره واحده كده كله هيبص لك بصات غريبه، كل اللي عارفك يعني، ومش هيتعود على اللوك بتاعك. يقول لك شكلها غريب، لا مش حلوه. ولكن والله العظيم انا ما بكذب، فعليا بعد مرور تقريبا 3 اسابيع باللوك دوت كل اللي بقى يشوف عليا على فكره كده شكلك احسن، كده شكلك احلى، شكلها جامد كده، شكلها رجولي كده، واحد كده تحس ان هو ما بيهزرش. اولا بيبقى شكله كويس بالذات لو ظابط جسمك وبدات تروح الجيم والكلام ده. طبعا هي لو انت رفيع جدا ما تحس انها ما بتلاقش، يعني البطاطسايه على جسم رفيع مش هينفع، لازم روح املى شويه في الجيم. يعني مش لازم تبقى ضخم قوي ولكن يعني اظبط جسمك شويه. ده اللي انا بحاول اعمله اليومين دول، معرفش باين عليا ولا لا. فهم دول العيبين. ده مثلا اول صوره انا نزلتها بالحلاقه دي كنت لسه حالقها في نفس اليوم واول مره احلقها واول مره يبقى شكلي كده. ونيجي بقى معلم ايه على المميزات. الميزه رقم 1 ان انت مش هتحتاج وانت بتحلق اصلا تروح الحلاق. رقم 2 مفيش تدريج، مفيش اي حاجه، هات المكنه على درجه معينه وشيلها كلها. حتى لو انت واحد مثلا شعرك طويل ما عندكش سقوط الشعر اللي ظاهر يمين شمال دوت وعايز مثلا تجرب حلاقه زي كده، مش لازم تروح للحلاق، احلقها بنفسك، كله درجه واحده. واللي ورا خلي حد يحلقه لك ويظبط لك الخطوط بتاعتها، سهله جدا اي حد مبتدئ يقدر يعملها، مش حوار يعني. وبقى عندك القص. الميزه رقم 2 لما تصحى من النوم وخارج ولا رايح اي مشوار، حتى سواء شلت المسكره او اللون اللي انت حاطه على دماغك او ما شلتوش، فانت كل اللي هتحتاجه في الحمام تقريبا بالظبط 5 دقايق. انا فعلا 5 دقايق بقوم اغسل وشي دماغي كلها 5 دقايق بالظبط، واحط البتاع لو عايز احط. ساعات بنزل من غير ما احط، ما بتبانش قوي، خلاص بقى الواحد اتعود على شكلك اصلا بتروح الشغل. ولا تحتاج بقى جل ولا تحتاج تغسل شعرك، تلعب رياضه وشعرك بقى عرقان وعايز تستحمى والكلام ده كله، صدقني بسيطه جدا. واحسن حاجه فيها ان انت كل اللي بتعمله ما بتروح قبل ما بتنام تغسل سنانك ولا حاجه، اغسل سنانك قبل ما تنام، شويه صابون ولا شامبو او ميه، اغسل دماغك، رجعت زي الاول عشان يعني ما توسخش المخده والبتاع، لان المسكره هتوسخ لك المخده لو لونها ابيض او اي لون تاني. والميزه رقم 3 لو انت واحد من الناس اللي بتقلق ولا انا شكلي بالشعر كان احسن وانا مثلا عشان البنات وما بيعجبهم شكلي او انا بشكلي دوت اتراكتيف شويه ولا حاجه، صدقني شكلك كده بيبقى رجولي اكتر. زي ما قلت السيرم اللي انا بستخدمه دوت من اي صيدليه، روح قول له عايز سيرم بتاع الشعر اللي فيه مينوكسيديل 5%، اي حاجه هيديها لك وفيها الماده ديت، هي دي الماده الفعاله، الباقي ملوش اي لازمه. مش لازم تشتري حاجه ثمنها $100 و$50 والكلام ده، وتفضل تستخدمه على الاقل 3-4 شهور مرتين في اليوم. بس ده الحل المؤقت حاليا. النهارده الجمعه، انا نسيت اقول طبعا جمعه مباركه عليكم. راح دلوقتي عند حوده عشان رايحين نصلي. والله زيش. خلاص يا كوكا بوظي التصوير عليا يا يما. هاتي -2 Grad. السلام عليكم. طبعا اللي انا عملته من شويه ده مش اللي هو الحل المثالي، هو مجرد حل بديل فعلا.
ولكن الحل المثالي ان انت تزرع شعر. يعني زراعه الشعر طبعا احسن حاجه. انا بالنسبه لي كل اللي نفسي فيه، نفسي ازرع شعر بسيط، يعني مش لازم اعمل الشعر اللي هو ارجع يعني شعري يبقى زي طويل زي الاول، ولكن زراعه شعر بسيطه بحيث ان انا اعمل القصه ديت ولكن اطول شويه. انا جربتها وهي طويله شويه، ولكن بقعد احط ماسكارا كتير وبتاع كتير وبيبان شكلها وحش يعني لو في شعر طويل في النص وكده. فلو الشعر طويل شويه، زراعه شعر بسيطه كده واعمل القصه دي مع الدقن. بصراحه بجانب ان اللوك ده عاجبني جدا جدا ومحدش قال عليه وحش، الا ان هو مريح جدا جدا اقصى ما يمكن. سواء بتلبس كاب ما بتلبسش كاب، بتلبس نظاره، ده في النظارات شكله جامد جدا يعني بصراحه لوك جامد قوي. فنصيحه مني لو انت مش هتقدر تزرع شعر دلوقتي،